الله 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 الله. كل دي شتيمه في الزمالك؟ يا صاحبي في ايه؟ زعلان ليه من الزمالك؟ كل دي شتيمه على الزمالك؟ يا باشا روح شوف رئيس ناديكو اللي صبح وليل عمال يشتم في القناه بتاعتكم. احنا بنطلع نهاجم مرتضى منصور، مرتضى منصور هو السبب في المشاكل دي. ايوه، ما هو مش مرتضى منصور بس اللي بيشتم، ما انت عندك برضه في عندك ناس بتشتم في الزمالك. ماشي، ما هو مرتضى منصور بيقول الفاظ ما ينفعش انها تتقال، الفاظه وحشه، عشان كده احنا بنكرهه. احنا بنحب نادي الزمالك. يعني هي المشكله في مرتضى منصور؟ يعني لو مرتضى منصور ساب الزمالك العلاقه بيننا هتبقى حلوه؟ طيب، اما نشوف. حبس مرتضى منصور لمده شهر. مرتضى منصور كده اتحبس، يعني العلاقه بيني وبين اخواتي الاهلاويه هترجع حلوه زي زمان. اكيد بقى، ما هو مرتضى منصور كان هو السبب. الله 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 الله. شتيمه تاني على الزمالك؟ ايه يا صاحبي؟ مش قلت مرتضى منصور هو السبب في العداوه؟ مرتضى منصور مشي، بتشتموا ليه الزمالك تاني؟ ايه؟ لا اصل حازم امام وحش. حازم امام بيخدم الزمالك، حازم امام قاعد في اتحاد الكوره عشان مصلحه الزمالك وبس. عشان كده احنا بنشتم. حازم امام؟ ده حازم امام كان في عداوه مع مرتضى منصور، ومرتضى منصور كان بيحارب حازم امام وبيقول ما بيقفش مع الزمالك. حازم امام رفض قيد اللعيبه. حازم امام عمره ما غلط في حد من الاهلاويه. حازم امام من اكتر الشخصيات المحترمه في مصر. ايه؟ حازم امام محترم وما بيشتمش. بس شيكابالا كان بيشتم وبيرفع الجزمه للجمهور. احنا بنهاجم الزمالك عشان شيكابالا. ايه دخل شيكابالا في حازم امام في مرتضى منصور؟ ماشي يا عم، شيكابالا رفع وعمل. طب عندك برضه في الاهلي، ما هو اخر خناقه كانت محمد الشناوي، هو اللي ضرب اللعيبه في السودان. بجد؟ محمد الشناوي؟ يا عم ده الزمالك حصلت افريقيا يا عم، ده بيكسفنا في كل ماتش، عشان كده احنا بنشتم الزمالك. ايه دخل ان الزمالك حصلت افريقيا دلوقتي؟ الموضوع مش موضوع بقى مرتضى منصور. بص بقى اقول لك من الاخر، انا بكره النادي ده. احنا ما بنحبش نادي الزمالك من الاخر. الموضوع مش موضوع مرتضى منصور ولا موضوع حازم امام. الموضوع موضوع عقليات. دي ناس عقلياتها مريضه، كل هدفها انها تطلع تشتم وتسخن الاجواء. الموضوع من البدايه ما كانش ان مرتضى منصور هو اللي عامل مشاكل. الموضوع من البدايه كان حرب ضد كيان اسمه نادي الزمالك.